السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلتنا النهاردة أو وصفتنا هي الستيك أو ستيك اللحم. ستيك اللحم من الأكلات الحلوة أوي أوي ومميزة جدا. ولكن طبعا ليها طرق تسوية كتير أوي، وكمان قطعة لحمة مخصصة كده ليها عشان تطلع معاكي بطعم كويس جدا وبسوا مظبوط جدا. وطبعا دي محتاجة فيديو تاني نقول ايه أفضل جزء ممكن يتعمل ستيك. بس مبدئيا ممكن تسألي الجزار وتعرفي ان انت عايزاها ستيك، فهيديكي الجزء المظبوط، لانه طبعا على علم ودرايه اكتر مننا. طبعا انا جبت الستيك اللي عندي، هو عباره عن 3 قطع. ال3 قطع دول بمقدار نص كيلو. بجيبهم بالشكل ده كده وابدا. طبعا انا حاطه عليهم عصره ليمونه ومعلقه كبيره من الخل وملح ناعم رشه كده كويس. وطبعا في اثناء الفتره دي انا ببدا اجيب السكينه بتاعتي وابدا كده اعمل فتحات في الستيك عندي بالسكينه، وابدا من جوانب بتاعتها كده اعمل فتحات. والموضوع ده بيساعد جدا ان هي متكشش معاكي ولا تلم اثناء التسويه، يعني ما تلاقيهاش كده كشت في نفسها واتكورت معاكي كده، لا بتفضل مفروده زي ما هي بسبب الفتحات اللي احنا عملناها بالسكينه الصغيره كده. بعد ما خلصنا الجزء دوت وبقت زي الفل معانا بالشكل ده، هبدا بقى اجيب عندي طبق واحط فيه الستيك بتاعي مفرود بالشكل ده، وانزل عليه بالتوابل بتاعتي. معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره كمان من الثوم البودر والبصل البودر وبهارات اللحمه. وهحط كمان معاهم معلقه صغيره من البابريكا، وعندي كمان روز ماري وزعتر. طبعا الروزماري لو كان صحيح معاكي طازه يعني فريش، بتحطيه كده في الجريل وانت بتشوي الستيك بتاعك بيبقى افضل كتير. بس انا للاسف ما كانش عندي فاستبدلته بالمجفف. هيدي لحد ما نفس الطعم او الفكره. وكمان بعد كده هستخدم السوائل اللي معايا بقى في التتبيله، هتبقى عباره عن معلقه كبيره من خل التفاح. ولو مش عندك خل تفاح انت ممكن تستبدليه عادي جدا بالخل الابيض عادي بتاعك، مفيش مشكله. وكمان هحط معلقه كبيره من صوص الصويا صوص بالشكل ده، ولو مش عندك مفيش مشكله خالص. وهحط كمان معلقه كبيره من دبس الرمان، بتديها كده قوام، وكمان بتديها يعني فلافر حلوه قوي، طعم كده تسكيره كويسه جدا للستيك عندي. هبدأ بقى كده اقلب يمين وشمال على الناحيتين كده من الجنبين كلهم لحد مرتين تلاتة كده ما تتبل تماما، وتتشرب كده من التتبيله اللي انا عملتها كويس قوي. وممكن اسيبها نص ساعه كده في التلاجة لحد ما تاخد من التتبيله كويس قوي مع بعضها بالشكل ده. التتبيله دي مميزه قوي للستيك، بتخلي طعمه حلو قوي قوي. وكمان بتديله زي ما قلت لكم القوام كده مع التسكيره بتاعه الصوصات اللي احنا حطيناها دي، بتبقى مميزه قوي. بعد ما عدت النص ساعة عندي هبدأ اجيب الجريل بتاعي وهبدأ احط بيه فيه كده معلقة كبيرة كده من الزيت او الزبدة حسب ما انتي تفضلي، وهبدأ انزل بالستيك بتاعي بالشكل ده. لازم بيكون الزيت ساخن جدا على درجة حرارة عالية، وبعد كده اهدي على الجريل تماما وابدأ انزل بالستيك اللي عندي بالشكل ده عشان ياخد صدمة او ياخد لون قوي جدا من تحت، ومجرد ما تحطيها على الجريل اسيبها بقى ما اقلبهاش خالص لحد ما احس كده ان هي بقت متماسكه معايا من الجانب اللي في الجريل وخدت لون كويس. بعد كده ابدا اقلبها على الوش التاني او الناحيه التانية. انا عندي كده بصلايه كبيره مقطعه اجنحه بالشكل ده، وهبدا انزل بيها في قلب البايركس بتاعي اللي فيه تتبيله اللي انا كنت متبله فيها الستيك، واقلبهم كويس قوي لحد ما تاخد التتبيله كويس. ودوت هيبقى اللي انا هحطه كده مدعم عندي للصوص بتاع الستيك، علشان يخلي لونه كده صوص غامق كده بني معايا، بيبقى حلو قوي. بعد ما الستيك خد لون من الجانب كده قمت بدأت اقلبه زي ما قلنا، واديله لون من الناحية التانية كمان بالشكل ده كده. هبدأ انزل بقى بالبصل عندي الجوليان كده بالشكل ده، واوزعه كويس في الجوانب الاجزاء الفاضيه من الجريل عندي عشان تاخد كده من الصوص اللي في ارضيه الجريل معايا. وابدا كده شويه واقلبه كده لحد ما يندمجوا هما الاتنين مع بعض. طبعا دي الطريقه اللي بيكون عندي الستيك متجزأ القطع. انت ممكن تجيبي قطعه الستيك كلها مثلا نص كيلو مع بعضه كامل من غير تقطيع خالص، وتسويه براحته. وبعد كده تبداي
تقطعيه شرايح كده، بتبقى برضو طريقة تانية مميزة وتحفة جدا. ان شاء الله نبقى نعملها مع بعض في فيديو تاني. بعد ما قلبتها كده بالشكل ده، بصوا لون اللحمه او الستيك عامل ازاي، خد بقى اللون البني اللي احنا عايزينه. هبدا بقى اضيف تاني معلقه كبيره كده من الصويا صوص، ومعلقه تانية كبيره من دبس الرمان، علشان عايزه ازود الصوص بتاعي بالشكل ده. وابدا بقى اديها كده نص كوبايه من الميه، وما ازودش كتير، كل ما تحتاج ازود تاني، يعني كل ما الاقي السمك القوام زاد معايا واللحمه لسه ما استوتش، ابدا ازود تاني نص كوبايه في نص كوبايه لحد ما الاقيها استوت معايا تماما، والصوص بتاعي خد القوام المظبوط اللي انا عايزاه. كده تمام معايا، دخلت في السوا. طبعا انا حابه ان هي تبقى فيها صوص زياده شويه، لان طبعا الطبق الجانبي اللي جنبها هتبقى مكرونه بالشكل ده. فطبعا كلنا عارفين ان المكرونات بتفضل الصوصات قوي عشان تبقى طبعا طعمها مميز كده وحلوه. طبعا اديت لها سلقه حلوه، هم عباره عن 8 دقايق بس، مجرد ما الميه تغلي، عشان مش عايزاها مهريه معايا، عايزاها متماسكه كده بالشكل ده. واصفيها تماما من الميه بتاعتها. وبعد كده هبدا ارجعها تاني للحله، واحط عليها بقى معلقه كبيره كده من الزبده، واقلبهم كويس مع بعض لحد ما الزيت تغطي المكرونه كلها. بالشكل ده كده. وبعد بقى ما اقلبها كويس كده خلاص، يبقى الوجبه بتاعتنا جاهزه ومتكامله. هبدا بقى اجيب طبق التقديم اللي هقدم فيه، وابدا انزل بقى بالمكرونه الاول. وبعد كده هحط فوقيها قطعه الستيك وشويه كده من البصل والصوص البني بتاعي. طبعا بفضل دايما ان انا احط المكرونه البيضاء لوحدها، ايا كان بقى نوعها ايه، سواء شرايط او سباجيتي كلها عاديه خالص، او القلم او الفرن، اي نوع. مش بقلبه مع الصوص بتاعه، سواء الصوص الابيض او الصوص الاحمر، لان مش كل الناس بتفضل الصوصات، ومش كل الناس بتحبها بكميات معينه. يعني في ناس بتحبها حمرا قوي، الصوص يبقى اكتر من المكرونه، وفي ناس تحبها يا دوب واخده لون البينك كده، اللي تبقى المكرونه اكتر من الصوص. فعلشان كده يفضل دايما تخلي المكرونه زي ما هي كده بعد السلقه والتقليبه بتاعه الزبده دي، وهم بقى يحطوا الصوص زي ما هم عايزين، لان الاذواق دايما بتختلف. الطبق شكله تحفة جدا، وكان طعمه مميز قوي قوي، حلو جدا. زي ما قلت لكم قبل كده، الستيك بالذات طرقه مختلفة جدا وتتبيلاته مختلفة، وبتختلف غالبا على حسب الطبق الجانبي اللي هيبقى مع الستيك. التتبيلة دي بالنسبة لي انا متماثلة جدا جدا مع المكرونة. فعشان كده بحب دايما الصوص البني بتاعها يبقى زيادة كده، عشان يعوض الصوصات اللي بتعمل مع المكرونة، سواء الصوص الصلصة العادي الأحمر أو الصوص الوايت صوص، اللي هو البشاميل أو بالكريمة. وده الشكل النهائي للطبق، حلو قوي قوي. نتيجته كانت جدا مرضية وحلوة. واللحمة دلوقتي بصوا الستيك هوريها لكم مستوية قوي، يعني دايبة كده ومستوية تماما. من الوصفات الحلوة اللي هتسعفك، مش صعبة خالص خالص، وفي نفس الوقت مفيدة جدا، بروتين ونشويات ووجبة متكاملة. بس كده، والفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى كالعادة اكون مطولتش عليكم، والسلام عليكم.